السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بتبدأ أحداث حكايتنا في يوم 11 أغسطس سنة 1987 في دولة فرنسا. في اليوم ده الشرطة بتلاقي جثة على جانب الطريق السريع A10 بالقرب من مدينة بلوا في وسط فرنسا. الجثة اللي الشرطة لقتها كانت لطفلة عمرها ما بين 3 ل5 سنين، وكانت لابسة ملابس بيت لونها أبيض في زهري وملفوفة في بطانية ومحطوطة جوه شوال. ومن الفحص الأولي لجثة الطفلة كان باين عليها إنها ماتت تحت آثار تعذيب، وده اللي أكده تقرير الطب الشرعي، واللي كتب في تقريره إن الطفلة اتعرضت لأقصى درجات التعذيب، وإن جسمها كان كله حروق، وإن سبب الحروق دي أداة مصنوعة من الحديد، وبنسبة كبيرة إن الأداة دي هي مكوة ملابس. ده غير كدمات قوية متفرقة في كل جسمها وجروح بسبب عضات، ورجح الطب الشرعي إن العضات دي من فك امرأة، ده غير كسور في معظم الضلوع. وختم الطب الشرعي تقريره بإن جسم الطفلة في حالة لا تطاق، وإن آثار التعذيب من الرأس إلى القدمين. الشرطة ما كانش معاها أي حاجة تقدر تعرف من خلالها هوية الطفلة، وساعتها ما كانش قدامهم غير إنهم يطبعوا صور للطفلة ويوزعوها على معظم الأماكن والميادين العمومية في فرنسا، ده غير توزيع الصور على أكتر من 30 دولة تانية في محاولة لمعرفة أي معلومات عن الطفلة. لكن للأسف كل المحاولات دي فشلت، وما قدرتش الشرطة توصل لهوية الطفلة المجهولة. وخلال الوقت ده بتحصل حاجة مهمة جدا أثناء تشريح الجثة، وهي الاحتفاظ بنتائج التحليلات الجينية للطفلة من خلال أخذ عينات من الحمض النووي أثناء التشريح، ده غير اللي لقوها على ملابس الطفلة والبطانية اللي كانت ملفوفة فيها. وخلينا فاكرين كويس أوي نتائج التحليلات الجينية دي علشان هنرجع لها بعدين. وبعد ما يأست الشرطة من الوصول لهوية الطفلة ومعرفة الجاني، اتحفظت القضية وتم دفن الطفلة اللي اتعرفت ساعتها في كل وسائل الإعلام بالشهيدة الصغيرة. وتمر سنين كتير لحد ما بنيجي لسنة 2016، وفي الوقت ده بيحصل شجار بين 2 شباب، وساعتها الشرطة بتقبض عليهم. والإجراءات معينة اتعمل فحص حمض نووي لشاب منهم، وتم حفظ نتيجة الفحص ده. وبعد حوالي 2 سنين الشرطة بدأت تفتح تحقيقات في القواضي القديمة، وبالصدفة بيقع تحت إيديها نتيجة الفحص الجيني للطفلة، واللي كانت معروفة زي ما قلنا بالشهيدة الصغيرة. لكن المفاجأة إن الشرطة اكتشفت تطابق نتيجة الفحص الجيني للطفلة بنتيجة الفحص اللي عمله الشاب من 2 سنين، واللي بتأكد إن الشاب ده يبقى أخو الطفلة. وبكده أخيرا الشرطة بتقدر تعرف أي معلومات عن الطفلة بعد حوالي 31 سنة. وفي الوقت ده طلع المدعي العام الجمهوري بمدينة بلوا فريدريك شوفالي خلال ندوة صحفية علشان يصرح قدام الرأي العام بالكشف عن أول خيوط الجريمة، واللي كان من خلال تطابق نتائج الفحص الجيني. وبعد البحث والتحريات بيقدر المحققين إنهم يوصلوا للبصمة الجينية لوالدي الطفل، وعرفوا إنهم من أصول مغربية، وإن الأب اسمه أحمد وعنده 66 سنة، والأم اسمها حليمة وعندها 62 سنة. لكن الغريب إن المحققين اكتشفوا إن الأب والأم وقت وقوع الجريمة ما قدموش أي بلاغ عن اختفاء بنتهم الطفلة، ولا حتى عملوا أي إثارة أو ضجة في البحث عنها. والموضوع ده خلى المحققين يشكوا في الأب والأم، وما كانش قدامهم ساعتها غير القبض عليهم بتهمة قتل بنتهم والتخلص من جثتها، وبتهمة ممارسة العنف ضد طفل دون سن ال15 سنة. وكان مهم جدا عند الشرطة وعند الرأي العام ساعتها إنهم أخيرا وبعد 31 سنة قدروا يعرفوا هوية الطفلة، واللي اتضح إن اسمها إيناس طولوب. اتولدت في 3 يوليو سنة 1983 في مدينة الدار البيضاء في المغرب، قبل ما تيجي مع أسرتها في هجرة لفرنسا بعام واحد بس. وكان ترتيبها الثالث بين إخواتها ال7، وكان ليها أختين أكبر منها مولودين سنة 1978 و 1981، والأربعة التانيين ذكور مولودين ما بين 1984 و 1991. وبعد القبض على والدي الطفلة إيناس، وعلى حسب تصريحات المدعي العام فريدريك شوفالي، إن الأب خلال التحقيقات معاه قال إنه كان بيعيش حياة سيئة هو وأبنائه مع زوجته،
واللي كانت طباعها عنيفة جدا حتى مع أسرتها، وإنه في يوم من الأيام وبالتحديد يوم 10 أغسطس سنة 1987 رجع من شغله لقى بنته الطفلة فرقة الحياة، وساعتها زوجته قالت له إنها وقعت من على السلم وماتت. سبحان الله، بكل بساطة كده، يعني الجروح والكدمات وآثار التعذيب كل ده من الوقوع من على السلم. المهم حكى إنه بعد كده لف جثة بنته جوه بطانية وحطها في شوال، وأخدها في شنطة عربيته ورماها على جانب الطريق السريع، وطلع بعد كده على المغرب علشان يقضي هناك أجازته الصيفية، وكأن اللي لسه رامي جثتها دي مش بنته. أما عن أقوال الأم فقالت إنها انفصلت عن زوجها من سنة 2010، وإنها بتعيش من الوقت ده في المغرب. لكن الأمر الغريب واللي الشرطة اكتشفته إن الأم كانت طول الوقت بتبرر غياب بنتها بإنها موجودة في المغرب عند جدتها، وأثناء التحقيق معاها كانت بتأكد طول الوقت إن بنتها عايشة لحد دلوقتي مع جدتها في الدار البيضاء في المغرب. وطبعا الشرطة كان لازم تتأكد من صحة الكلام ده، واللي اتضح طبعا إنه عاري تماما من الصحة. وبعد الضغط عليها اعترفت بإنها كانت فعلا بتعامل بنتها معاملة سيئة، لكن مش ممكن تكون هي اللي قتلتها، وإن زوجها هو المسؤول. وطول الوقت هما الاتنين خلال التحقيق معاهم كل واحد كان بيحاول يلفق التهمة للتاني، لكن في النهاية التحقيقات كلها أكدت إدانة الأب والأم في قتل بنتهم الطفلة إيناس. وللأسف بعد السنين دي كلها يبقى الجناه هما الأب والأم. وبعد انتهاء التحقيقات واللي كانت محل أنظار للرأي العام كله واللي كان مهتم بمعرفة الجاني، بيقول العمدة السابق لبلدة سويفر كليبر كوزان واللي نظم دفن الطفلة المجهولة سنة 1987 وكتب على قبرها هنا يرقد ملاك، إنه أخيرا ارتاح قبل ما يموت علشان عرف مين القاتل، وكان عمره ساعتها وصل ل 93 سنة. وبتنتهي قصة الشهيدة الصغيرة إيناس اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد إن حقها يرجع لها بعد 31 سنة. وبكده انتهت حلقتنا، مستني رأيكم في التعليقات، ولو حابين نتكلم عن أي موضوع ياريت تبعتولنا وإن شاء الله نعمل حلقة عنه. وفي الختام، سلام.